في البداية ما تنساش تدعمنا بلايك للفيديو وباشتراكك في القناة، وعلشان يوصلك كل جديد بنقدمه ما تنساش تفعل زر الجرس. تعديلات مرتقبة على تشكيل الزمالك أمام بطل الجزائر. يعيد معتمد جمال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك حساباته الفنية قبل مواجهة اتحاد العاصمة المحدد لها غدا السبت، خاصة بعد الأداء الغير مرضي أمام سموحة بالدوري رغم الفوز بهدف دون رد، وهو ما دفع المدير الفني للفارس الأبيض لدراسة الأخطاء التي ارتكبها لاعبو فريقه خلال المباراة، وذلك من أجل العمل على علاجها قبل مواجهة اتحاد العاصمة. ومن المتوقع أن يجري معتمد جمال بعض التعديلات على تشكيل الفريق الذي سيخوض به مواجهة اتحاد العاصمة، خاصة وإن المباراة ستكون خارج الديار ولها حسابات مختلفة، بالإضافة إلى عدم جاهزية بعض العناصر المهمة وعلى رأسها خوان بيزيرا الذي لم يتحدد موقفه. وسيعمل معتمد جمال على تأمين منطقة وسط الملعب بشكل مكثف مع الاعتماد على سرعات الهجوم. ويدرس معتمد جمال الدفع بالأنجولي شيكو بنزا من بداية اللقاء، على أن يتواجد ناصر منسي على مقاعد البدلاء خاصة بعد تراجع مستواه في المباريات الأخيرة، كما أن هناك تفكير في عودة التونسي سيف الدين الجزيري لما يمتلكه من خبرات على المستوى القاري.